بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم خياتي في ان نوفيل فيديو. وكما عودتكم راني بدلت لا روتين، ما عدتش ندير كل احد وثلاثاء وخميس. هذه المره ان شاء الله راني قررت نولي ندير كل اثنين وخميس فقط، باسكو نقص التفاعل وكثروا الفيديوهات وما كاش مشاهدات عليهم بزاف. على هذه راني قررت هذا القرار، ان شاء الله تدعموني فيه ويعجبكم، وهكا ثاني نكون نقصت عليكم شويه لا فيديو باه ما نكثرش عليكم. بون حبوباتي، قبل ما نبداو اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم اي فيديو ننزلو في دقيقته، وكثروا من اللي جاموا لي كومونتير باش تطلع القناه ويتعرفوا عليها بنات بزاف. يلا نبداو حبوباتي بدون اطاله في موضوع نهار اليوم. الموضوع اللي خيرته لنهار اليوم، شفت بزاف بنات سيغ فيسبوك يشكو من هذا الموضوع بزاف بزاف بزاف. اش 24 نشوف هذه النوع تاع البنات تبكي على حبيبها، تبكي على خطيبها، تبكي على رجل خانها، المهم البنات، هذا لا فيديو ابعثوه لكامل بنت تعرفوها راها مكويه من الحب ومن العشق ومن الخيانه، ابعثوه لها باه دير شويه قلب الروح. فهمتوني البنات؟ المهم الحاجة اللي حبيت نفهمها لكم، انه كي تغبني روحك على جال راجل كنتي معاه، هو خلاك ولا خانك ولا بدلك بطفلة اخرى، نسقسيك برك اختي، تي شكون جابك وهو شكون جابو؟ علاه انتي مقطوعة من شجرة هو زايد وكابر في قصر؟ علاه تغبني روحك اختي على جال راجل ما دارلكش قيمة، ما قيمكش، ماشي رفدك ميم با من بلاصتك، باسكو كون جاي يحبك ويقيمك ما يخونكش، ما يخليكش، ما يسمحش فيك. شوفي، سوا تقطعي يدك ولا ما تاكليش ولا ما تشربيش ولا اي حاجه راح ديرها في عمرك، تاكدي بلك راح تضري نفسك وفقط، ما كيش راح تاذي. هو راه ياكل يشرب يرقد، وراه مع البنت الجديده اللي بدا معاها حياتها، عفوا بدا مع حياته معاها. ما راهش سامع كامل بيك، تي تبداي تطيحي بالشرات، تطيحي بليستاتي تاع الحزن تاع الخيانه وتاع الغدر تاع نوكل عليك ربي. توكلي عليه ربي، وكلي عليه ربي بينك وبين نفسك، ماشي تحطي عليه لي ستوري تبداي تقطعي في يديك وهاني دخلت السبيطار راني راح نموت بلا بيه. دوخوا البنات على بالكم. ثاني حاجه اختي، هذا لا كي دايره عليه كامل هذا الشيء، رجل على باباك، قولي لي برك هذه جاوبيني على هذه. راكي تشوفي فيه عنده قيمه اكثر من والديك، اكثر من يماك اللي فداتك 9 شهور في كرشها، واش من وحم، واش من هم، واش من ميزيريه، واش من الم تاع ولاده، واش من تعب تاع تربيه وسهر الليالي. وهذاك باباك اللي راه يخرج في الظلمه، راه يروح يجيب لك الرزق، راه يروح يقطع من لحمه ويجيب لك باش انت ما تحتاجي والو، باش انت تعيشي معزه مكرمه، باش ما ينقص عليك حتى حاجه في حياتك، باه ما تحتاجيش انسان واحد اخر تروحي تلجئي ليه، باش يكون هو سندك الوحيد حتى يجي نهار اللي تتخطبي وتتزوجي، ثم راح يسلمك الانسان، راح يكون واثق منه، وراح يكون يعني مأمنه على بنته اللي اللي كبرها وما راح يمدها له. بالك يا اختي تغلطي هذه الغلطه، ما تنقصيش من كرامتك وكرامه والديك وقيمتهم. علاش تربطي حياتك براجل؟ علاش؟ فيقي لعمرك اختي، رحمه على والديك، فيقي على روحك، عيشي حياتك وبركاكي من هذا التمسخير لا كي ديري فيه. ما تحبسيش حياتك على جال انسان منعدم الشخصيه. فهمتي؟ منعدم الشخصيه، باسكو كان جات عنده شخصيه وجا راجل، كما نقولوا جا مظهر راجل، ما يحقرش وليه، ما يسمحش في وليه، ما يخونهاش، ما يبدلهاش، يقعد معاها ويقف معاها ويخطبها ويتزوجها. مع انه انا راني ضد العلاقات يعني الغير شرعيه اللي قبل الزواج، بصح راني ننصح في البنات. قلت ندير هذا الفيديو، اول مره ندير فيديو على البنات العازبات، قلت ننصحكم والله غير من قلبي، باسكو خلاص كثرت بزاف هذه ظاهره في المجتمع تاعنا. يعني نطلع فيسبوك نهار كامل، منين نطلع نلقى غير هذا الموضوع. ما تقولي ليش عشرة وما عشرة وما نعرف، علاه العشرة هذه راها غير عندك انتي، هو ما عنده ما عاشركش، غير انتي عشرتيه. يا العلبو الحب هذا اللي نقص من كرامة الطفلة، وهو ماهوش راجل من الاخر. ولازم تعرفي وتتأكدي وتقتنعي بلي حب الذات
هو أهم الأسباب اللي راح تخلّي الناس تحبّك، بلا ما تجاهدي أنتِ على جالهم، بلا ما تحاولي أنتِ توصلي لهم، بلا ما تحاولي أنتِ تثبتي أنِّك إنسانة مليحة ليهم. كي تكوني مقتنعة بنفسك وراضية على روحك وحابة نفسك، الناس راح تحبك، هذا هو حب الذات. وصراحة نحير أنا في هادوك البنات اللي يقول لك أنا الراجل هو كل شي في حياتي، أنا نحبه أكثر من روحي. كاين واحد يحب إنسان أكثر من روحه، ميم والديك وحبهم مختلف، يعني صح تحبيهم أعز إنسانين على قلبك، بصح كي توصل للنهار الصح ما كاينش واحد يحب إنسان أكثر من نفسه. النفس هي كلش، ربي وقالها في كتابه، يعني ماشي هذه هدرتي أنا، ما كاينش واحد أعز عنده عزاز ناس عزاز عليه أكثر من روحه. ومن وجهة نظري تبان لي في بلاصة ما نحب إنسان ونديرو أولوية في حياتي ونديرو كأنه هو محور الكون ليا، علاش ما نكونش أنا هي محور الكون لنفسي؟ علاش ما نحبش روحي ونعطي لنفسي كامل اهتمامات اللي راني نتفيهم لفلان وفلان وفلانة وعمتي وخالتي وصاحبتي، هذوك الاهتمامات كوميهم كامل وصبيهم على روحك، باسكو ما كاينش واحد يستاهل أكثر من نفسك، نفسك راه عندها حق عليك. وواحد ما يستاهل يعني تحزني على روحك على جالو، صدقوني البنات والله كون جيتوا لاهين برواحكم وبشخصياتكم بقرايتكم بتطوير أنفسكم نحو الأحسن وبهواياتكم، كون راكم أحسن العباد، كون راكم أسعد البنات، يعني واللي تقتل أكثر من هذه كامل إنهم ما يستاهلوش هذو الناس، سورتو راني نحكي على الرجال، ما يستاهلوش إنك تضيعي حياتك على جالهم، باسكو للأسف هذا الشي يوجع بزاف، على بالي مرات الحب توجع، راني طفلة كيما نتوما كيما أنا كيما نتوما، بصح تأكدوا 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 راح تتفكروا كلامي باللي أي علاقة تبدا بالحرام راح تخلص في الحرام. ما تقوليليش كاين بنات تزوجوا عن حب، والله 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 غير هذوك اللي تزوجوا عن حب هما اللي راهم عندهم أكبر المشاكل، هما اللي راهم كارهين من بعضهم، هما اللي راهم يعيشوا في مشاكل زوجية كبيرة، هما اللي راهم يجوا يشكوا وتقول لك انايا كان يحبني ومن بعد كي تزوجني يسمح فيا، كي تزوجني خانني، كي تزوجني ولا ما برطالوش بيا. سقسوا شوفوا تجيبوا الرسمي تدوه من عندي، والله غير هما اللي راهم عايشين المرار. وتلقاي وحده تزوجت به زواج تقليدي، زواج مر عبر الحلال، اول خطوه هي الرؤيه الشرعيه، هذوك هما راهم ناجحين في حياتهم. مانيش نقول لك يعني هذه قانون معناها اللي تتزوج زواج تقليدي معناها راح تنجح، لا لا، أنا نقول لك باللي بعدي على الحرام قدر المستطاع، صوني قلبك وأحفظيه وخبي مشاعر الحب في قلبك حتى يجي الإنسان اللي يستاهلها، حتى يجي أعطيهم للزوج تاعك من الآخر ماشي لصاحبك. خطيبك وميم خطيبك أقل حد يعني تقدري تعترفي له تقدري تعيشي معاه حاجات، بصح مع إنسان ما تربطك به حتى علاقة شرعية ردي بالك خير. إن شاء الله نكون نقصت عليكم وخففت عليكم ولو بالقليل، ولو إنه تقعدوا مع رواحكم دقيقة وتخموا في هدرتي، هذا مكان. إن شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل، وأضحكوا ألعبوا وعيشوا حياتكم، والدنيا فانية راح يجي نهار ونموتوا كامل. عيشي حياتك باسكو راح تنساه سمانة سمانتين عام عامين، تنساه ما تقوليليش نقعد جرح في قلبي ما نقدرش نحب من بعده، ما تهبلونيش البنات، راكي راح تبداي تتعرفي مع انسان جديد وفي الحلال وتتلاقاو يتلاقاو قلوبكم وتحبوا بعضاكم، وراح تولي تضحكي على هذوك النهارات اللي كنتي تبكي فيهم على واحد رخيص. وما تربطيش حياتك براجل، واهتمي بوالديك وكسبي رضايتهم، وخلي راجلك هو اللي يكون تاج على راسك في يوم من الايام، واللي ما دالكش قيمه يروح يرنك من الاخر. تهلاو البنات وطلعوا لا فيديو كثروا من اللي جام، والسلام.